اداء الاهلي ولكن احداث دراماتيكيه بتعدي ورا بعض وحاجه غير طبيعيه. النادي الاهلي النهارده كان في برج سعده، لكن قبل ما اتكلم على اداء الاهلي وقبل ما اتكلم عن اي حاجه لازم اتكلم على موضوعين يعني بنبص لهم بشكل انشائي. نمره واحد، روح الفانيلا الحمراء. في زي ما بقول لحضراتكم دايما كده تعبيرات انشائيه مجازيه تنحت في يعني دولاب بطولات النادي الاهلي، ولكن النهارده عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. انت طول الوقت قدام الكيان بتاع روح الفانيلا الحمراء، خلاص هم شكلهم كده روح الفانيلا الحمراء. بعد كده نحتوا لنا حاجه اسمها القضيه ممكن. هو القضيه هو كده، الاهلي بيعمل كده، هي القضيه ممكن. عندك مانع؟ لا مفيش القضيه. طب ما احنا جبنا جونش لا لا لا، هي القضيه ممكن بتاعت قفشه، خلاص هو الاهلي كده القضيه ممكن. خلاص مش عايزين بقى دوشه، خلاص نحتنا لكم الاهلي بمن حضر. فيبقى الاهلي دايما عنده الشعارات التاريخيه من غير القوة الضربة في الأهلي. فالأهلي بمن حضر يا سادة، نحن نشهد المد الكروي المصري. اوعى رجلك، اوعى وشك، أنت الآن تشهد المد الكروي المصري. الغضب المصري آت، والأهم الروح، الحضن، البوس، بلوبيف، الحاجات بقى، الكلام الحلو بتاعنا. فعلا روح الفانيلا الحمراء، القضية ممكن، الاهلي بمن حضر، كل الاشياء العظيمه اللي موجوده في دولاب البطولات بتاعه النادي الاهلي. وتلاقي كده ناس قيمه من المحترمين زي كابتن نبيل الحلفاوي، روح كاتب لك كده تراك، تلقى التايم لاين كله احمراوي والاهلي بمن حضر. اول سنه في حياتي ما يبقاش عندي امل ان احنا حتى ناخد المركز الثاني. اول سنه في حياتي، يعني انا دايما بيبقى عندي امل كبير، ننافس، ناخد الدوري، مش عارف ايه. النتائج كمان اللي بيعملها الاهلي، المدرب بتاعهم ده لا نافع معاه جامايكا ولا نافع. انا نفسي ابعت له اقول له يا ابني ارجع اقعد مع اهلك، خلي بالك من عيالك، خلاص الدوري خلص، ملوش لازمه والله نكمل. وجع قلب وتعب ومصاريف وفلوس واستادات وامن، ويطلع محمد علي يقول لكم بعد ماتش مش عارف ايه ويحصل ايه. حالتنا بلا والاهلي في السما، حالتنا بلا والاهلي في السما. كفايه دوري. ديناري في ديناري، لايكات يا اصحابي، لايكات يا اصحابي.